ليه 90% من الناس بتخسر؟ لو عايز تبقى من 10% خليك زي زهرب، امنع الاحساس، اتعلم واشتغل بالخطه بتاعتك علشان تقدر تكسب من السوق ده. انا دلوقتي هعرفك ليه معظم الناس بتخسر، وليه قالوا ان 90% من معظم المتداولين بيخسروا ومفيش الا 10% بس، وممكن يبقى اقل من كده كمان. وصدق الكلام ده، الكلام ده حقيقه. السبب بسيط جدا، بسبب العاطفه، الطمع وقت المكسب، الخوف وقت الخساره. تلاقيه دايما كسبان ومش راضي يقفل، وتلاقيه خسران وصابر على الخساره. المشكله ان اللي بيكسب في السوق ده مش اللي بيحس اكتر، اللي بيتحكم اكتر هو اللي بيكسب في السوق ده. وخليك عارف دايما، لو كل قرار بتاخده نيابه عن احساسك اعرف ان السوق هيعلم عليك. واخر حاجه، اتعلم من زارب. لو انت عايز تبقى من ال 10% اللي بنكسبهم، وعايز تبعد عن ال 90% من اللي بيخسرهم، ابعد العاطفه، مفيش اي مشاعر، اشتغل بالخطه بتاعتك، واشتغل والتزم، وكرر المعادله دي لحد ما تبقى من ال 10% اللي بينجحوا في السوق ده. وفي الاخر اعمل لي لايك، واكتب لي في كومنت انت كنت بتعمل زي الزعرب ولا كنت بتتداول باحساسك. وطبعا اعمل فولو على اليوتيوب وعلى الانستجرام وعلى تيك توك وعلى فيسبوك، علشان هينزل محتوى تعليمي من الصفر للاحتراف. كل دي فيديوهات بسيطه جدا. يلا سلام يا بطل.